الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. كشف حساب بنقدمه النهارده بندق فيه ناقوس الخطر. بنفتح الملف اسود لسكك حديد مصر بعد ان تحولت لطريق الموت السريع. العناية الإلهية يا حضرات دايما بتلطف بينا بدلا من الحكومة. وانا بسأل وزير النقل فين ال8.5 مليار جنيه اللي خصصهم لك رئيس الوزراء؟ يا راجل، ده الخبراء والتقارير وضعت مصر على قائمة الدول المنحوسة بحوادث السفارات. يا معالي الوزير، النتيجة أكثر من 6000 قتيل على قضبان سكك حديد مصر. سعر الضحية في أوروبا 1.5 مليون يورو. سعر المواطن المصري لما بيموت على قضبانك مفيش داعي أقول عشان المواطن ما يحزنش أكثر ما هو حزين. بقدم لكم خريطة وطن يموت بفعل فاعل. ما عادش فيه مهرب خلاص. الأرض من تحتنا بتئن. السماء تشفق على هؤلاء البشر اللي ارتسمت على وجوههم خطوات غائرة. لم يعد ينفع كثيرا محاولات الترضية والتهدئة، واتسعت الفجوة بيننا وبين الحكومة. الفجوة اتسعت بين ما يريد هؤلاء وبين ما يفعل هؤلاء. أنا مؤمن أن هناك قلة تملك كل شيء وتتحكم في كل الأمور، وأكثرية تحولت من فاعل إلى مفعول لأجله ثم مفعول به. وبين هؤلاء وطن بيغرق بفعل فاعل، وطن بيموت مع سبق الإصرار والترصد، وطن بيشبه قطار الصعيد وعبارة الموت اللي أرسلت عشرات الاستغاثات ولم ينقذها أحد. غرقت وأخرت معها سرها. من زمان والوطن بيرسل آلاف الإشارات بالغرق ولا مجيب. اليهود بيتفرجوا علينا، بيتفرجوا على وطن بيغرق، يستمتعوا بالصرخات والاستغاثات اللي بتشبع غرورهم. وطن حولوا خريطته إلى مجرد خطوط وتعاريج. حولوا لحظات الفرح داخل كل مواطن إلى أمطار موسمية. الوطن يا حضرات ما زال بيرسل إشارات استغاثة تنذر بالانهيار، والانفجار أصبح وشيك بعد خطوات قليلة. واقع مرير، مستقبل غامض. الوطن تحولت حالته من عابر للقارات إلى مجرد وطن قصير المدى. الفساد داخل سكك حديد مصر تجاوز كل الخطوات. الفساد داخل سكك حديد مصر تجاوز حتى الخطوط الحمراء. إنني مؤمن بأنه لكل صوت صدى ولكل صدى أمل، فهذا صوتي. فهل أسمع صداه؟ شاهد مرضي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى